زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. سعداء جدا في هذه المساحة الإيمانية وهذه المساحة الدعوية أن نرحب باسم كل السودانيين المحبين للرسول صلى الله عليه وسلم والحادبين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ضيف البلاد الذي نسعد ويسعد الجميع بمقدمه إلى أرض السودان، الخليفة العام للطريقة التجانية الخليفة الشيخ علي بالعربي. هو في هذه الأيام بين ظهرانينا ونحن نتنسم معه شذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال بوابة الطريقة التجانية. أهلا ومرحبا بكم، وأهلا ومرحبا بالخليفة العام للطريقة التجانية الخليفة علي بالعربي. نحن نرحب بك أيما ترحيب هنا في السودان، ونسعد جدا بهذه الزيارة الميمونة، وتأكد أن كل أهل السودان في ولاياتهم المختلفة يرحبون بك. أهلا ومرحبا بك على قناة الشروق الفضائية. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كيف لا نصلي على اللي صلى عليه الله سبحانه عز وجل؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. فجزاكم الله عنا خير، وشكرا لكم جزيل الشكر على هالالتفاتة الطيبة كإعلاميين بهذه الزاوية العريقة اللي معروفة على مستوى عالمي. فنقول لكم بارك الله فيكم وأحسنتم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خير. وجزاك الله خير مولانا الخليفة علي بالعربي. وزيارة ميمونة، بداية حدثنا يعني عن هذه الزيارة، كيف رتبت لها، وهل هي زيارة سنوية راتبة؟ حدثنا عن الزيارة قليلا. هذه زيارة ما هي سنوية، هذه زيارة خاصة، لأنه في 2017 فكنا هنا في السودان في البلد الحبيب وهي من بلدنا الجزائر وبلدنا الثاني، وجينا من بلاد المحبين في الله وفي رسول الله بحمامة المحبة وحمامة التوفيق وحمامة النصيحة لإخواننا السودانيين. وجينا بدعوة من جماعتنا نتاع السودان هنا يا عبد المنعم وإخوانه، فحضرنا هنا لأنه حطينا الحجر الأساسي في عام 2017 في واحد المجمع، وهو مجمع كبير، مجمع إسلامي وفقهي وديني وفيه الخصائل الكل كي وجد. فداروا لنا دعوة فجينا لهذا المسرح، لمسرح هو اللي إن شاء الله يفيد الإسلام والمسلمين ويفيد أهل السودان كلهم. جينا ندشنوا فيه، فدشنا هذا المسجد والمسرح العظيم اللي هو بيت من بيوت الله سبحانه، وفيه كل المرافق الإسلامية والإنسانية والتآخي والتراحم. فجينا حضرنا ودشنا هذا المسجد وبحضور كثير، وجينا بوفد مستوى الأعلى نتاعو في من الجزائر بأبناء الشيخ أحفاد الشيخ وبمحبين الطريقة التجانية ومريدين الطريقة التجانية. فحضرنا لهذا التدشين وحضرنا بجماعة كثرة من أهل السودان ودشنا هذا المسجد. فهذه هي زيارة دي خاصة، ما هي زيارة سنوية. طيب، لعل كل الذين حضروا وشهدوا افتتاح هذا المجمع شهدوا بأنه مجمع كبير وسيكون له ما بعده في دوره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل حديثك مولانا الشيخ علي بالعربي قادني قليلا للرجوع للعلاقات السودانية الجزائرية، هذه العلاقات الضاربة في جذور التاريخ، يعني نتحدث عنها قليلا. لا، العلاقات السودانية الجزائرية هذه علاقة قديمة. أولا جمعتهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله،
والجزائر في كي ناضت في ناضت في 54 في الثور على فرنسا وعلى الاستعمار، وعلى شكون اللي لبى دعوة الجزائر؟ وهم السودانيين. فهذه بيناتهم رابطة كبيرة وبيناتهم محبة كبيرة، لأنه ناضوا بالشيء اللي يطيقوا عليه بأمورهم المعنوية وبأمورهم الدنيوية وبكل ما يكسبوا في أنفسهم وبقوة، ودافعوا مع الجزائر على باش يخرجوا هذا الاستعمار. هذا هي الرابطه اللي بيننا وبين السودانيين وبيننا وبين الجزائر. كاينه محبتهم قويه، مش محبتهم في لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا لا محبتهم حتى في اثناء الثوره نتاعنا الجزائريه اللي خرجت الاستعمار، فكانوا السودانيين حاضرين بقوه ودعموا الجزائر بقوه بكل ما يملكوا، دعموا الجزائر. فهذه محبة قوية، هذه مش محبة غيرهم هو مسلم وأنا مسلم، هو يقول لا إله إلا الله وأنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربطت بيناتهم حتى في أثناء الثورة، حتى في خروج الاستعمار، فهي اللي ربطت ما بينهم وبين السودانيين. وتمت العلاقة تمشي، تمت العلاقة تزيد تتقوى وتتقوى، وراها قضية وتزيد تتقوى وتتقوى أكثر وأكبر، لأنه الدفاع مع السودانيين يدافعوا على الجزائر وعلى امور الجزائر باش يخرجوا منها ما سهله. هذه حاجه كبرى وحاجه نتاع اللي بقوه، هذه دخلوا حتى بالنفس والنفيس، حتى بمالهم، حتى بامور ما يكسبوا. هذه دعوه قويه، وزادت الارتباط نتاع الاسلام، وزادت الطريقه التيجانيه، وزادت امور قضيه وتزيد التقوى. وان شاء الله تكون علاقتنا مع اخواننا السودانيين تكون قويه ان شاء الله، وتكون في الدنيا وفي الاخره. مش نطلبوها، ونطلبوا الله سبحانه عز وجل ان شاء الله، نطلبوا لهم للسودانيين نقول لهم جزاكم الله عنا خير، لانه حتى في اثناء الثوره وقفتوا مع الجزائر موقف نبيل اللي ما وقف حتى دولة معهم، ولكن السودانيين كانوا واقفين بقوة وواقفين بمحبة وبنية، محبة ونية وبما يكسبوا، فجزاهم الله عنا خير. هذه اللي تربط ما بيننا وبين السودانيين. وبمثل ما قدم السودانيون لإخوانهم في الجزائر مساندة ودفعا في الثورة الجزائرية، كذلك الجزائر هي أسهمت في هذا البلد العظيم، في هذا السودان، من خلال خدمات تعليمية جليلة قدمتها الجزائر للخرطوم. نتحدث قليلا عن هذا التبادل. الجزائر دائما عندها محبتها، دائما مش محصورة، محبتها منتشرة مع كل الإفريقيين وخاصة السودانيين. وهذه هي الشيء اللي يربط ما بيننا وبين السودانيين وما بين الإفريقيين، لأنه ننطق بالشهادتين قولة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونزيدوا حتى في أمور حتى الرئيس تبون جزاه الله عنا خير، فأمنح الطلبة وحل لهم البيبان باش يجوا يدرسوا في الجزائر بكل فئاتهم. وهذه هي نشكره جزيل الشكر، لأنه هذه ثاني مساهمة زينة، لأنه هذا كي تحل بيوت العلم لإخوانك وتحل بيوت العلم باش يستفادوا من المنحة ويستفادوا من التعليم ويستفادوا من التربية ويستفادوا من المحبة ويستفادوا، هذه ما كانش ما أحسن منها، وجزاه الله عن خير. وهذه الباب تفتح إن شاء الله، يعجل وجه الله دائما باب مفتوح إن شاء الله نتاع خير ونتاع مبادرة ما بين الدول الإفريقية نتاعنا وما بين الجزائر، لأنه الجزائر محبة لكل الدول الإفريقية ومحبة لكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه هي بلاد المحبة وبلاد التقوى وبلاد الإيمان وبلاد التآخي والتراحم والنصيحة فيما بيننا. فهذه ما كانش ما أحسن منها. مولانا الشيخ علي، يعني الطريقة التجانية منتشرة في ولايات السودان المختلفة بأقاليمه المختلفة، خاصة في إقليم دارفور. ومعلوم في السودان أن إقليم دارفور هو إقليم القرآن الكريم، أهله معروفون
بالمحمل ومعروفون بالاهتمام بالقرآن الكريم. أنتم لكم وجود واضح في كردفان وفي دارفور وفي الوسط وفي شرق السودان، لكن وجودكم في إقليم دارفور له أثر كبير جدا. أنتم من خلال هذه الزيارة قابلتم العديد من المسؤولين في الدولة ومن عامة الناس، ويعلمون جيدا أن الظروف التي يمر بها السودان عموما وتمر بها دارفور. كيف نظرتم لدعوات المسؤولين ولدعوات المهمومين بالشأن السوداني إذا إقليم دارفور وغيره من الولايات الأخرى؟ والله همنا وهم السودان واحد فريد، لأنه كي نقولوا السودان ما نجزئوش دارفور لا، احنا نقولوا السودان كله بدون استثناء. ودارفور معروفة بتيجانية، معروفة حتى بالعلماء نتوعها هما اللي نشروا الطريقة التيجانية، معروفة هذه دارفور، ومعروفة بإسلامهم ومعروفة بمعاملتهم. ولكن كاين نزغة الشيطان اللي ربي حذرنا منه، ونزغة الشيطان صعب، وربي سبحانه عز وجل ما كاش ما أقوى من ربي، ولكن هو عصى ربي سبحانه عز وجل، مش عصى ربي، ولكن يطلب من الله سبحانه عز وجل باش يغوي العباد اللي ما يخافوش من الله سبحانه عز وجل. اللي يخاف الله ويتبع كتاب الله وسنة رسول الله فهو أحسن له، واللي ما يخافش الله وما يتبعش كتاب الله وسنة رسول الله فهو دائما ظالم لنفسه. هذه هي. ولكن احنا دائما ندعو بالخير، ندعو بالمحبة، وندعو بالنصيحة، وندعو بالتآخي والتراحم والأمور، ولكن هو الأمور كلها لله سبحانه عز وجل. احنا ما عندنا حكم من غير الله سبحانه عز وجل. نرجع لك إلا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم اللي كان يقول لعمه لو كان نسمع قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله وتخليني في ودني ونسمعها، لكن ربي نزل في حقه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. احنا علينا الدعاء وعلينا النصيحة وعلينا الأمور الخيرية، ونرجع لكتاب الله وسنة رسول الله، وننههم على الأمور اللي ما يقبلهاش ربي سبحانه. والفتنة نار ونعى الله موقدها، والفتنة أشد من القتل. والأمور هذه صعبة وكلها ما أمور هذه أمور بيناتهم أمور قبائلية، في أمور تافهة مش أمور واضحة وأمور باينة، وعلى كرسي وعلى كان هذا تفلاني ما نفلاني ذيك ما ذيك، ويتنظ بيناتهم ويزيد الشيطان يقويهم ويزيد الشيطان. ولكن احنا نقول لهم نالوا الشيطان وخافوا الله. راكم بلادكم دارفور هذه مفهومة بالعلم، مفهومة بالقرآن، مفهومة بالناس المحبين، مفهومة بالناس الناصحين. ما نقدوا الأمور اللي ما يقبلهاش ربي سبحانه عز وجل. وإحنا دائما وين نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يا ربي حل باب الدعاء، وكي حل باب الدعاء احنا ندعو وعليه الإجابة باش رب العالمين ييسر أمورهم ويفتح قلوبهم بالتقوى والأيمان والمحبة فيما بينهم والنصيحة، ويبعدوا هذه نزغة الشيطان ويألف بين قلوبهم ويرحمهم برحمته الواسعة ربي سبحانه عز وجل. واللي تبع طريق الله سبحانه عز وجل عمره ولا يغلط، واللي ما تبعش طريق الله سبحانه عز وجل وكتاب الله وسنة رسول الله ما قد أظلم نفسه. واللي ظلم نفسه ورب العالمين مهول له باللي ربي يدخله للنار ما نطيق يردوا لنا ولا واحد آخر إلا رب العالمين كتب له ذاك الشيء. ولكن احنا ماذا بينا ننهوا ونقولوا ونبصروا ونبعدوا هذه الأمور والفتن، والله سبحانه عز وجل إن شاء الله يسمع دعانا ويسمع نصيحتنا، وهم ثاني معنا إن شاء الله يعاونونا بهذا الشيء. وإن شاء الله لابد أن يتقلبوا على هذا الشيء ويرجعوا إلى الحقيقة ويرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله. مولانا شيخ علي، نحن عارفين إنه زمنك غالي وزمنك ثمين جدا، ونحن انتزعنا هذه اللحظات انتزاع من بين ثنايا الذين ينتظرون الآلاف مؤلفة لمقابلتك وللسلام عليك ولتحيتك وكذا. ولكن من باب الدعاء لكل الذين يشاهدون هذه اللحظات، في هذه اللحظة نحن نريد منك دعوة خاصة لأهل السودان ولكل المحبين للطريقة التجانية ولمحبين التصوف ولمحبين الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تدعو دعوة لكل أهل السودان بأن ربنا سبحانه وتعالى يحقق المقاصد ويبرم لهذا البلد أمر رشد. إن شاء الله إن شاء الله. هذه مبادرة نتاع خير، واللي باش نبصروا بعضنا بعض بالمحبة وبالمودة وبالمعاملة وبالكلمة الطيبة وبإصلاح ذات البين وبالنصيحة وبالمحبة لأنه المحبة هذه ربي دارها أقوى،
وإحنا محبتنا ومحبتهم كلها لله خالصة، خاش ما بيناتنا لا نسب ولا تجارة إلا محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخنا أحمد التجاني. وإحنا ماذا بينا دائما نبصروا الناس، ماذا بينا حتى واحد ما يمشي من الأمور اللي نقولهم، حتى واحد ماذا بينا يسمع لنا كلامنا ويسمع لنا الأمور اللي ننصحوه بها، لأنه رانا نحبوه. لو ما جيناش نحبوه ما ندعولوش، لو ما جيناش نحبوه ما نشتوش الخير. احنا هذا من اللي نشتو السودان وندعو للسودان ونحب السودان، هذه محبة خاصة بالسودان. وإحنا من اللي سميناها بوابة التيجانيين. بوابة التيجانية هذه مش سهلة، بوابة التيجانية راه معروفة على مستوى عالمي، وهذه البوابة نتاع التيجانيين حق حتى أهل السودان والناس اللي تسمعنا واللي هديها ربي إلى طريق الخير وطريق الصواب، يلزم هذا الكلام ترسخ في خواطرها وتعمل به، لأنه احنا ما جيناش نديروا في التشتيت، جينا نلموا في الشمل، جينا نقولوا في كلمة طيبة، جينا نقولوا للسودانيين تحابوا في بعضكم وتفاهموا في بعضكم وبعدوا نزغة الشيطان، وراكم فيكم علماء وفيكم فقهاء وفيكم محبين وفيكم مقدمين وفيكم موردين وفيكم من حامل القرآن، وأرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله. عمركم ولا تقلطوا وعمركم ولا تروحوا لنزغة الشيطان، وربي إن شاء الله يبصرنا ويبصرهم بهذه النصيحة ويرسخها في قلوبهم، ويجعل هذه النصيحة نتاعنا إن شاء الله تولي لهم حجاب وستر ليهم وتولي لهم مرجع إن شاء الله اللي يعودوا يرجعوا به، باش لخاطر يتفكروا باللي هما راهم مسلمين وينطقوا بالشهادتين قولة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما يوزنوا روحهم باللي راهم عندهم طريقة تيجانية. الطريقة التيجانية هذه يرجعوا إلى كتب الشيخ رضي الله تعالى، ويرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله. لقد الشيخ سيدي أحمد التجاني اللي ربي أعطى له الولاء، أعطى له العلم قبل الولاء، كان إنسان عالم وكان يفتي وكان ينهي عن الفحشاء والمنكر، وكان يقول للناس يبصرهم بالخير وبالمحبة وبالمودة وبالصبر وبالنصيحة وبكذا، ثم ربي أعطى له الولاء. يعطى له الولاء صبحت الطريقة التيجانية هذه معروفة على مستوى عالمي، تلقاها حتى في أوروبا. ولكن احنا اللي تبع قولة لا إله إلا الله محمد رسول الله وتجمع بيناتنا كمسلمين ويتبع الطريقة التيجانية، فعمره ما يغلط وعمره ما يروح للحاجة اللي الشيطان يقبلها، هو إلا يدير الحاجة اللي الشيطان ما يقبلهاش، وربي سبحانه عز وجل يتقبلها منه قبول حسنا. وإن شاء الله نعودوا من الناصحين من الداعيين من الأمرين بالمعروف والنهيين عن المنكر. ولكن هذا الدعاء اللي ندعوه للسودان لازم دعاء خاص باش رب العالمين يفهمنا باللي احنا رانا نركزوا على هذا البلد الحبيب وهي السودان، ونركزوا على المحبة اللي ما بين السودانيين وما بين الجزائريين في محبتهم وفي أمورهم، وحتى في الثورة كانوا واقفين مع بعضهم بعض، وحتى في معاملتهم وفي أمورهم. احنا ثاني نزيدوا نركزوا عليها وندعوا هذا الشعب الجزائري الشعب السوداني للتوحيد الصف ولبعد نزغة الشيطان وللمحبة فيما بينهم وللنصيحة فيما بينهم والكرم فيما بينهم وللصبر فيما بينهم، خاطش الصبر ربي دار مفتاح باب الجنة. احنا نتبعوا كي نتبعوا هذه الأمور ونمشوا معها رب العالمين يقوينا ويعطينا إن شاء الله إيمان قوية اللي نتفاداوا هذا المشهد اللي مشهد ما يقبلوا حتى واحد وما يقبلوش حتى ربي سبحانه عز وجل. ماذا بينا إلا كان رض ربي سبحانه عز وجل نتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله، خلاص رضينا ربي سبحانه عز وجل وردينا الرسول صلى الله عليه وسلم. صح إلا انحرفنا يصير لنا كي الماشينه اللي تمشي في السكه، إلا انحرفت انقلبت وإلا انقلبت راحت. احنا ان شاء الله اجل ان شاء الله يسمعوا هذه النصيحه ويسمعوا هذا الكلام وان شاء الله يطبقوه حرفيا، وان شاء الله يسمعوه ماهوش مكتوب، يسمعوه منقوش، لانه الكتبه تمحيها تتمحى والنقشه ما تتمحى. هذا ان شاء الله الدعاء يعود ان شاء الله منقوش باش السودانيين ان شاء الله يترسخ في قلوبهم في خواطرهم في امخاخهم في ذهنتهم، ويعودوا ان شاء الله محبه قويه وامور قويه ونصيحة لله ولرسول الله ولمحبتنا ومحبة السودانيين كلهم، ورب إن شاء الله يتقبل منا. نحن على العموم يعني هي رسائل متعددة
وأتمنى أن تكون وصلت إلى البريد المعني بهذه الرسائل منكم سيدي الشيخ. نحن سعدنا جدا في قناة الشروق الفضائية بأن جلسنا معك هذه الجلسة، ونحسب رقبتنا يعني محظوظين، يعني من الناس المحظوظين اللي جلسوا إليك واستمعوا إليك واستمعوا لهذه الرسائل. نحن نيابة عن إدارة القناة بنقول لك شكرا جزيلا، وأهلا ومرحبا بك مرة ثانية وثالثة في بلدك الثاني السودان، ونتمنى أن نلتقيك في مرات أخرى وأخرى ونسمع منك الكثير من هذه الرسائل. مرحبا. إن شاء الله الرحمن الرحيم. احنا رانا قلنا هذا الكلام ودعينا الله سبحانه عز وجل، وقلنا ربي يوحد صفوفهم ويبعد عليهم كل مكروه، وانتم كقناة وكإعلاميين تاني جزاكم الله عنا خير، لخش التفاتة طيبة هذه والتفاتة حسنة، لأنه تحبوا السودانيين وتحبوا أهل الله وتحبوا النصيحة، وهي النصيحة هي ما كانش ما أحسن منها. الدين النصيحة والدين المعاملة، يعني الدين النصيحة والمعاملة. المعاملة تكون طيبة وأحسن، والنصيحة تعود تنصحك بالتقوى والإيمان والخوف من الله سبحانه عز وجل، وبعد الأمور اللي ما يشتهاش ربي سبحانه عز وجل وكلش. ولكن الإنسان سبب، والسبب هذا ربي داره سهل كي تتكلم به، لأنه كي تعود تنهي عن الفحشاء والمنكر وتنهي على هذا الأمور رب العالمين يبارك لك في أمورك. أنتم هذه درك هذا الصحفيين راهم القوة الرابعة. القوة الرابعة هي اللي تطيح حكومة وتطلع حكومة وتمشي أمور وتلبس في أمور. ولكني القناة احنا اللي يعود يطلب على دعوة اللي خاصة، والأمور اللي تنصح الناس والأمور اللي يحبها ربي سبحانه، نقول لهم بارك الله فيكم جزاكم الله خير. ما تروحوش تتبعوا الشوارع والحرق والشتم والسب والقتل والأمور، لا، تبعوا أمور اللي فيها الهدوء، فيها المحبة، فيها النصيحة، فيها الدعوة، فيها الأمور اللي يقبلها ربي سبحانه عز وجل. هذه ما كاش ما أحسن منها وما كاش ما زينها. نشكركم جزيل الشكر على هذا الشيء، ونزيدوا نشكروا هنا الجماعة اللي راهم مسؤولين على السودان، ثاني نعطوهم نصيحة، نقول لهم يا الجماعة اللي راكم شادين السودان وتحكموا في السودان، وما السودان راه ليكم وراهم إخوة منكم، فدائما أراهم برعاية الرحمة والرضا والتقوى والإيمان. وهذو اللي راهم شادين السودان راهم ينطقوا بالشهادتين، قولة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو ما دام هذه الشهادتين اللي تنطقوا بها عرفوا روحكم باللي راكم مسلمين، وهذم إخوة ليكم أنتم إخوة ليهم، وحبوا كما تحبوا نفوسكم حبوا للسودانيين، وكما تنصحوا نفوسكم نصحوا السودانيين. والسودانيين هم اللي يكونوا القوة نتاعكم، خاطر الشعب هو اللي يكون القوة نتاع الحكومة ويكون القوة نتاع المسؤولين، لأنه الحكومة والمسؤول الكبير إلا ما عادش الشعب مقويه ولا عاد الشعب يحبه ولا ما عادش الشعب يسمى ما كان حتى حاجة. ولكن إن شاء الله هما سودانيين ويحبوا للسودان قال خير، ويحبوا له إن شاء الله قال الأمور الزينة. ندعو لهم الله إن شاء الله ييسر أمورهم إن شاء الله، ويمشوا على المحجة الحقيقية الزينة اللي إن شاء الله تنفع السودانيين وتنفعهم هما، وتخرج هذا السودان من محنته. وإن شاء الله نسمعوا على السودان إن شاء الله إلا الخير وعلى البركة وعلى المحبة وعلى المودة. وإن شاء الله يعيا برئيس ويعيا بحكومة ويعيا بمجلس قوي ويعيا براي زين إن شاء الله ليهم ولجميع السودانيين، وحتى الجزائريين يحبوها ويقبلوها، وحتى التيجانيين عبر العالم يحبوها ويقوها. وإن شاء الله ربي يحسن لك ويحسن لهم، وجزاكم الله عنا خير. آمين. إذا مولانا شيخ علي، هنا في السودان بيقولوا الخير دائما وابدا على قدوم الواردين، ونحن بنسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يكون مقدمك على السودان هو مقدم خير، ويجعل لهذا البلد العظيم الاستقرار والتنمية والرفاهية، ويسمعوا نصيحتك دي كل الناس اللي قدمت لهم نصائح. حتى نحن قبيلة الصحفيين قد سمعنا ما قدمته لنا من رسائل، إن شاء الله سنعمل بها في مقبل الأيام. نحن نشكرك جزيل الشكر، وكذلك مشاهدينا الأعزاء لا يفوتني في هذه السانحة من خواتيم هذا اللقاء الدعوي مع فضيلة مولانا علي بالعربي شيخ الطريقة
التيجانية في العالم. أنا أشكر كل الذين ساهموا في إنجاح هذه المقابلة التلفزيونية، وعلى رأسهم الأستاذ عاطف محمد الحسن إلياس المدير العام لشبكة راديو وتلفزيون الشروق، وكذلك الأخ بخاري بن طاهر بن بخاري الأمين العام للمنظمة العربية الإفريقية للعمل الإنساني، وكذلك أخونا الأستاذ عبد الوهاب موسى الإعلامي والصحفي الشهير. كذلك التحية والتقدير لكل الزملاء الذين وقفوا معي من خلال هذه المقابلة، فريد جعفر وراشد صلاح، وكذلك الأخ ياسر عبد القادر. والتحية والتجلة لكل الذين تابعوا هذه اللحظات. إلى جديد الملتقى معكم في لحظات دعوية قادمة بمشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.